اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام البنات الغاليات على قلبي، توحشتكم بزاف. جيت نطلع عليكم بهذا الفيديو الخفيف كما راكم تشوفوا فيا. انا هنايا كنت هذاك وين خرجت من الخدمه، يعني كانت تجويه 3 تاع العشيه. الشوربه حطيتها دوزنتها هي الاولى، حطيتها طيب. المطلوع كانت في البيتخان راهي الدور، ومن بعد كان رحت نشارك معكم الطبق الثاني. كما راكم تشوفوا حنديروا الظلمه تاع القرنان. اول حاجه انا حطيت هذوك الطرف تاع الدجاج، يعني كانوا عندي هذوك ليكات. درتهم في الطنجره وقطعت عليهم زروديه دي بتي كارو، والبصل تاني كما راكم تشوفوا دي بتي كارو. حطيتها عليهم وخليتهم يتقلاو على نار قليله. هنايا نحيت شويه بصل، انا حطيته في غيسيبيون باش ندوزن لا فيونداشي اللي راني حنحشي بها هذاك القرنان. انا درت شويه نتاع الملح، ودرت شويه نتاع فلفل الكحل، وشويه برك نتاع الكركم، وحاجه قليله برك نتاع القرفه والزنجبيل. هذا ما كان مانيش حابه لاصوص تاعي تجيني كحله. فوالا هكذا، وحطيتها تتقلى على نار قليله. ومن بعد رحت انا بريباري لا فارس. هنايا عندي هذاك البصل اللي كنت قطعته تاني رقيق، درت له شويه فلفل الكحل وشويه ملح، ومن بعد كرميت له شويه برك نتاع الكمون، حاجه خفيفه برك ماشي بزاف، ودرت له شويه راس الحانوت. زدت ربيت له هنايا حوالي 2 سنينات ولا 3 نتاع الثوم. فوالا هكذايا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد شوفوا هنايا كانت قلات لي هذيك البصل والزروديه مع الدجاج مليح، دفقت لهم الماء وخليتها تغلي لي. زدت لهم هنايا حبيبه نتاع البيض كيما راكم تشوفوا. ومن بعد خلطت هذوك لي زانغريديون، وهنايا كانت اختي هذاك وين دخلت جابت لي لا دنداشي. رميتهم في هذاك الميلونج كاع يديك كيما راكم تشوفوا، وخلطت. ومن بعد زدت لهم هنايا انا باش تجيني متماسكه وميم طون شويه تجيني زاكيه، زدت لها 2 مغرفات برك نتاع لا شابلور. ومن بعد درت لها هنايا شويه زيت باش نحافظ على الطراوه تاعها، وشويه نتاع المعدنوس. هكذايا خلط هذاك الميلونج كاع يديك. انا صباح كي رحت للخدمه خليت هذاك القرنون الماما ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله، هي اللي نقته لي وحكته بالقارص وحطته لي في الماء والخل، يعني باش ما يكحليش. قلت كي نجي العشيه نديماري نخدم ديريكتومون، يعني باش ما نضيعوش الوقت. راكو تعرفوا رمضان مع المراه كي تكون خدامه ديفيسيل باش تلحق هاد العفايس كاع يديك. انا هنايا هكا عمرت كاع هذوك الحبيبات نتاع القرنون كيما راكم تشوفوا. كنت غسلت الجبانه تاني مليح، ومن بعد كي غلات لي هذيك المرقه يعني خليت الزروديه تخليها شويه طياب برك. رميت هذيك الجلبانه مع شويه نتاع المعدنوس، ورميت هذاك القرنون من الفوق كيما راكم تشوفوا هكا، على بالنا بلي القرنون تاني يشد شويه طياب، سورتو دوكا بدا يخرج يعني وقته. هكذايا وحطيتها على نار قليله في الطنجره الطيب لي. وهنايا ديبول هذوما حطيتهم سور كوتي باسكو عندي وسيم وليدي ما يحبش القرنون، واختي الصغيره يعني درت لهم هنايا 8 حبات ديبول تاع لا فيونداشي، قلت نحط لهم في بلاصه الحبيبات هذوك نتاع القرنون. هكذا حبيبتي، انا نحيت هذوك لي كوت تاع الدجاج كاع ماما ربي يحفظها ان شاء الله كانت تفتتهم لي، نقاتهم كاع من العظم وقطعتهم رقاق. ومن بعد رميت انا هنايا لي بول هذوك باش يكملوا طيابهم. في الاخر كان القرنون ديجا راهو دخلوا الطياب سيبون. ومن بعد كيف فتت لي هذاك الدجاج رميته هكذايا من الفوق، زدت خليتها تطبخ حوالي 10 دقائق هكاك. لو طون اللي طابت لي هذوك لي بول تاع لا فيونداشي. فوالا وزدت نشفت لي شويه لاصوص، رشيت عليها المعدنوس من الفوق وطفيت عليها كيما راكم تشوفوا. واحد الريحه تشهي البنات. فوالا وتخوتو الشوربه تاعي انا تاني هاهي وجدت لي سي بون راهي طابت. الله الله شوربه فريك باللحم، واش نقول لكم ريحتها تعبق. رميت لها انا هذاك العرف تاع النعناع مع شويه حشيش كلمسه اخيره وطفيت عليها. انا هكذا راني كملت الطبق الثاني والشوربه. ومن بعد تيك رحت هنايا ندير له شويه البريك يعني كان طلبه لي وليدي ربي يحفظه ويطول في عمره. شديت انا 2 حبيبات بطاطا هكايا غليتهم في الماء وشويه ملح برك ما درت بزاف. ومن بعد كي كرازيتهم واش درت لهم الزيت تاع الطون.
يعني طلقتها بشويه الزيت هذاك تاع الطون كي شريته وكرازيتها. زيتون كوبي خضر، زيتون كوبي كحل، معدنوس، وعندي شويه باتي وفرماج غابي والبيض كيما راكم تشوفوا. عندي انا الورقه تاع الديول هذه كيما راكم تشوفوا فيها، زدت لها ربع ورقه برك من تحت كطبقه باش نضمن ما يتقطعوليش. درت هكذايا كيما راكم تشوفوا الطبقه الاولى تاع البطاطا. بديت نستف في لي كوتي زيتون كوبي. درت لها هنايا شويه نتاع باتي فرماج، ما حبيتش نكتر لا فيونداشي ولا الدجاج ولا البريك هذايا اقتصادي. درت له هنايا شويه طون وماشي كاع يتقدرنا، كيما انا ما نكذبش عليكم ما نحبش الطون تاع الزيت سورتو في البوراك، دونك حبتي ما درتلهاش. دوزيتها بشويه فرماج هذا كان فوالا. ومن بعد قلت لكم درت حبه تاع البيض هذيك في الوسط، رشيت عليها شويه ملح باش ما تقلاليش صامته، زدت لها المعدنوس وفرماج غابي وراني نبلي كيما راكم تشوفوا. اختي هنايا كانت حطت المقله تاع الزيت ديجا راهي تسخن، انا راني نخدم وهي راهي تقلي فيهم على نار قليله باش بالطولو يطيبوا لنا. اونتولي كان البريك يا البنات الاصلي وش يدير البياض تاع البيض يطيب والصفر يكون نص طياب، يعني هذا هو في الحق هكذا يجي. كيما شفتوني نعاود الطريقه للحبه الدوزيام. درت هذيك البطاطا كيما شفتوا شكلتها على شكل مربع، درت لها الباتي فرماج من الفوق، زيتون كوبي الاخضر، زيتون كوبي الكحل، الطون، ومن بعد تيك كسرت الحبه نتاع البيض في الوسط كيما راكم تشوفوا. يعني هاد لي زانغريديون نديروهم في لي كوتي كجدار باش نضمنوا الحبه تاع البيض تاعنا ما تسيلش كيما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد درت لها شويه نتاع الملح وشويه نتاع المعدنوس والفرماج غابي من الفوق ونبليه فوالا هكذا. يعني واش نقول لكم يا البنات يجي هايل. وشنو طيبوه على نار متوسطه باش تضمنوا البياض هذاك يجينا طايب. وشنو عندي اختي الصغيره هذيك ما تحبش البيض نص طياب كاع يديك، دونك نحيت الزيت من المقله وخليت هذيك الحبه على نار قليله نحمص فيها. شوفوا كيفاش جا، بسم الله ما شاء الله، جاي يهبل يهبل يهبل، اقسم بالله غير جابني بزاف، تاكلوا حبه تشبعوا. يعني القرنون هذاك والله فريمون ما تمشاش بزاف، بقى لي للنهار تاع اليوم، دونك مانيش راح نطيب. قلت لهم ندير لكم غير شويه لي ساندويتش وسي بون. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هذا هو البريك تاعنا. ها هو شوفوا كيفاش يعني طايب كلش، مام البيض ها هو بياض البيض كيما راكم تشوفوا فيه راهو طايب، عندنا غير الصفر برك اللي طايب نص طياب، وسيم راهو داخل عليه كشطر واحد. شوفوا بسم الله ما شاء الله، بصحتك حبيبي الصغير. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هذا هو طبق تاعي، المنيو تاعي تاع لا جورني هديه. نتمنى تكون نالت اعجابكم، يعني صحيه وخفيفه. شاهدكم في الجنة حبيبتي، نقولكم تهلاو لي في روحتكم بزاف بزاف، نحبكم وسلام.